تخيل واحد يتقال عليه رسميا فاشل ومفلس ومعندوش أي خيال، ويتسرق منه شغله ويخسر كل فلوسه وينام أحيانا من غير عشاء. الراجل ده بنى بعد كده أكبر عالم خيالي في التاريخ. مش بس نجح، ده خلى ملايين البشر يهربوا من واقعهم ويدخلوا العالم اللي هو خلقه. القصة دي مش عن موهبة، دي عن حد خسر كل حاجة تقريبا، ومع ذلك قرر يبدأ من الصفر أكتر من مرة. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. لو دي أول مرة تشوفني، فأنا هنا كل مرة بحكي لك قصة حقيقية، بس مش أي قصة. دي قصة ممكن تغير طريقة تفكيرك، ولو كملت للنهاية هتخرج بمهارة واحدة بس ممكن تنقذك في أصعب وقت. وقصتنا النهاردة عن والت ديزني. قبل ما يبقى أسطورة كان شاب عادي جدا بيحاول يلاقي نفسه. اشتغل في جريدة وكان حلمه يرسم ويبدع، لكن حصلت الصدمة، اتطرد من شغله، والسبب ما عندوش خيال كفاية. جملة كفيلة تكسر أي حد، خصوصا لو دي الحاجة اللي انت بتحبها. بس دي ما كانتش النهاية، دي كانت البداية الحقيقية لسلسلة فشل طويلة جدا. بدأ شركة صغيرة للرسوم المتحركة، اشتغل عليها بكل ما يملكه، طاقة، فلوس، وقت. بس المشروع فشل للأسف، وأعلن إفلاسه رسميا. ووصل لمرحلة إنه كان بيستلف فلوس عشان ياكل، وأحيانا كان بينام من غير أكل أصلا. ولما بدأ يقف على رجله شوية حصلت صدمة أكبر. الشخصية اللي كان بيعتمد عليها اتسرقت منه قانونيا، يعني حتى الحاجة اللي بدأ ينجح فيها راحت منه. تخيل كده، كل مرة تحاول تخسر أكتر لحد ما توصل لنقطة تسأل نفسك فيها: هو أنا المشكلة؟ بس هنا حصل التحول. بدل ما يقف قرر يبدأ من جديد، بس بطريقة أذكى. قال: أنا مش هعتمد على حاجة ممكن حد ياخدها مني، وهبدأ أخلق عالم كامل من خيالي أنا. وفي لحظة بسيطة جدا وهو قاعد بيفكر، جاتله فكرة غريبة. فار صغير مرح ليه روح. الشخصية دي كانت ميكي ماوس. في الأول ناس كتير شايفينها تافهة، بس هو كان شايف فيها حاجة تانية، شايف فيها بداية مش نهاية. اشتغل وطور وجرب لحد ما عمل أول فيلم صوتي ناجح للشخصية، وهنا الدنيا بدأت تتغير. الشخصية الصغيرة دي بقت علامة عالمية، وبدأ يبني عالم كامل حوالين الفكرة لحد ما أسس The Walt Disney Company. مش شركة بس، ده عالم، مدن ترفيهية، أفلام، شخصيات، ذكريات، ملايين البشر عاشوا جواها. المهارة اللي غيرت حياة والت ديزني مش إنه كان موهوب ولا إنه كان محظوظ، لكن إنه كان بيبدأ من جديد كل مرة بيخسر فيها. إنك تقع وتخسر ويتقال عليك مش كفاية، وبرضه تقرر تحاول تاني، مش بنفس الطريقة لكن بعقلية أذكى. في النهاية لو أنت دلوقتي حاسس إنك خسرت كتير أو إنك بتبدأ من الصفر، يمكن دي مش النهاية، يمكن دي أول مرة تبدأ بجد. افتكر إن كل مرة بتقع فيها ممكن تكون بتقرب من النسخة الصح منك. قصة
قصة النهاردة خلصت، بس دورك لسه بيبدأ. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.